ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنراجع مع بعض المحاضرة الثالثة من السوفت وير ديفلوبمنت. المحاضرة دي بتتكلم عن الاجايل وخصوصا الاكس بي. تمام، يلا بينا نبدأ. في اول عنوان الاجايل ديفلوبمنت ميثودولوجيز، قال لنا حاجة، قال لنا ايه؟ قال لنا ان البلان دريفن تقيلة، هيفي ويت، لكن الاجايل خفيفه لايت ويت. ليه؟ عشان الاجايل بتكون ليس دوكيومنتيشن، اقل في الدوكيومنتيشن. تمام، كمان الاجايل بتنفع للسمول والميديوم بروجكت ومع السمول تيم، وبتخلي التيم يأدبت او يتكيف مع الريكويرمنتس المتغيره اللي بيطلبها الكاستمر. كمان بتقدم كومبليتد سوفت وير اسرع من البلان دريفن. ليه؟ عشان البلان دريفن بتحتاج وقت كبير، لكن الاجايل خلص بسرعه. كمان بتعتمد بشكل اساسي انها تقدم working سوفت وير، وان التيم يسلم الفانكشنال كود ويكتب كود احسن من انه يضيع وقته وهو بيكتب الدوكيومنتيشن دي في البلان دريفن. فدي رؤية الاجايل. كمان في كي كاركترستكس للاجايل، حاجات اساسية في الاجايل لازم تكون موجودة. ايه هي؟ اول حاجة writing tests before code، يعني لازم نكتب التست قبل الكود. تاني حاجة frequent product release، ان احنا نسلم ريليزز او اصدارات للبرودكت بشكل متكرر او متتالي، تمام، بشكل فريكوينت. تالت حاجه significant customer involvement، ان مهم ان الكاستمر يكون موجود مع التيم. رابع حاجه common code ownership، يعني ايه؟ يعني الكود ملك اي حد، واي ديفلوبر يقدر يعدل على الكود عند الضروره. تمام. خامس حاجه وهي الريفاكتور، ان احنا لازم نخلي الكود ابسط واسهل للمنتين او للصيانه. تمام تمام. كمان في كلام منتشر بيقول ان الاجايل للسمول بروجكت بس، وما فيهاش ديسيبلين، يعني ما فيهاش التزام. طبعا الكلام ده غلط، عشان قلنا ان الاجايل بتنفع للسمول او الميديوم بروجكت. تمام. كمان فيها ديسيبلين لاننا بنعمل بلان لما بناخد ايه الريكويرمنتس من الكاستمر. تمام. طيب ايه هي بقى الاكزامبلز بتاعه الاجايل ميثودولوجيز؟ هم اكس بي وسكرام وكانبان. المحاضره دي هنركز في الاكس بي، الاكستريم بروجرام. تمام. طيب الاكس بي ده بيقوم على اربع افكار، اربع ايدياز، وعنده اربع اكتيفيتيز، وعنده اربعه فاليوز. الاربعه فاليوز دي اشتقوا منها 15 برنسبل، وبنعمل في الاكس بي 12 براكتس ممكن نعملهم في الاكس بي. تمام. ايه، هنفصص كل واحده من الحاجات دي ونشوف ايه الحاجات اللي جوه كل واحده فيهم وايه ونشمام. في الأول إن إحنا عاوزين نخلي بالنا برضو إن ممكن يقابلنا ريسك، مثلا تأخير السكيدجولز أو البروجكت يتكنسل مثلا، أو الديفكتس تكتر، أو يحصل سوء فهم لمشكلة، مثلا يبقى في فيتشر كتير غلط، أو حد من التيم مشي. كل دي إيه ريسكس ممكن نقابلها. إحنا هدفنا إننا نمانج الريسك، يعني نكنترول على ايه؟ على الكواليتي والسكوب والتايم والكوست، وبالذات السكوب عشان السكوب ده في ايد الديفلوبر. طيب تعالوا نبدأ في الحاجات دي. هو كل لون بيعبر عن الحاجة الموجودة، يعني الأربعة ايدياز، يعني الأربعة ايدياز اللي بالأصفر، أربعة اكتيفيتيز اللي بالأزرق، الأربعة فاليوز اللي بالأخضر، وال15 برنسبل اللي باللون ده، وكمان ال 12 براكتس اللي باللون الأحمر. نشوف واحدة واحدة بتتكلم عن إيه، ويلا بينا. طيب تعالوا نشوف بقى إيه هما الأربعة أيدياز اللي بيقوم عليهم الإكس بي. هما أربعة، اللي هما إيه؟ أول واحدة heavy customer involvement، تاني واحدة continuous unit testing، تالت واحدة pair programming، رابع واحدة short iteration cycle and frequent releases. تمام. شوف واحدة واحدة بتتكلم عن إيه. يلا، أول واحدة بتتكلم عن heavy customer involvement. يعني إيه؟ يعني مهم ان الكاستمر يكون بيشارك وجزء من التيم، ويبقى موجود دايما اون سايت اول تايم، عشان يدي للتيم الكونتنت في كل iteration، ويعمل الاكسبتنس تيست. يعني ايه اكسبتنس تيست؟ يعني يتست كل الفيتشرز اللي اتعملت في او في الاتريشن، ويشوفها هل شغاله زي ما كتب في الستوريز ولا لا. طيب ده بالنسبه لايه؟ للهيفي كاستمر انفولفمنت، يعني مهم ان الكاستمر يكون بيشارك وجزء من. تاني حاجه continuous unit testing، يعني ايه؟ او بنسميها تيست دريفن ديفلوبمنت، يعني مهم ان الديفلوبر يكتب اليونت تيست قبل ما يكتب الكود، عشان ده بيدي كلير مترك او قياسات واضحة. ولما الفيتشر تعدي من كل اليونت تيستس كده انت تكون خلصت ايه الامبلمنتيشن بتاعها. تمام. طيب تالت حاجه وهي ايه؟ البير بروجرامينج. البير بروجرامينج دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان كل اتنين
بيقعدوا يشتغلوا على كمبيوتر واحد. طيب واحد بيكون درايفر والتاني نافيجيتور. الدرايفر بيعمل ايه والنافيجيتور بيعمل ايه؟ الدرايفر ده هو اللي بيكتب الكود، والنافيجيتور هو اللي بيلاحظ الكود اللي بيتكتب وممكن يقدم سجيشن او اقتراحات وكده، وبيبدلوا مع بعض يعني كل 30 دقيقة، او لما حد يلاقي نفسه انه هيعمل الحته بتاعه الكود دي احسن يعمل، تمام؟ فبيبدلوا عادي. اي نعم، لو كل واحد قعد في جهاز هيكتب سطور اكتر، معنى كده ان لو الاتنين قعدوا في جهاز واحد هيكتبوا سطور اقل، بس ده هيقلل الديفكتس، تمام، او الاخطاء. تمام. البير بروجرامنج بيدعم الريفاكتورنج والريديزاين. تمام. كمان الاكس بي ده اول حاجه استخدمت البير بروجرام. تمام. ممكن استخدمها في اجايل ميثودز تانية عادي. البير بروجرامنج تنفع نشتغلها في الاكس بي وفي الاجايل عموما يعني. تمام. نيجي الرابع واحده وهي الشورت iteration cycle and frequent release. يعني ايه؟ يعني كل ما كانت الاتريشن اقل كل ما كان احسن، وغالبا الاتريشن في الاكس بي بتبقى من 4 ل 6 اسابيع. طيب لو عندنا frequent release مع اون سايت كاستمر، يعني ان احنا بنسلم ريليزز بشكل متكرر والكاستمر موجود معانا، التيم هياخد immediate فيدباك، يعني فيدباك فوري هيعالج الايشوز او الاخطاء. طيب لما التيم يخلص الفيتشر، مثلا فيتشر معينه وتعدي من كل اليونت تيست، يعملوا على طول ايه؟ انتجريت للسيستم، وانتجريت وبيلد للسيستم. تمام. وممكن يعملوا الكلام ده كل يوم عادي عشان يتابعوا حالة البروجكت يوميا، وبعد ما يخلصوا الانتجريت والبيلد يسلموا الفيتشر للكاستمر ويعمل عليها ايه؟ الاكسبتنس تيست. دي كانت الاربع حاجات اللي هم الاربعه ايدياز. تمام. كده فاضل لنا ايه؟ كده فاضل لنا الاربعه اكتيفيتيز. تمام. طيب تعالوا نشوف ايه هم الفور اكتيفيتيز بتوعت الاكس بي. هم كودينج، تيستنج، listening، ديزاين. تمام. شوف اول واحده وهي الكودينج. الكودينج اللي هي كتابة الكود هي أهم حاجة بيهتم بيها الإكس بي. كل ما كان الكود متظبط وفيه كومنتس واضحة نقدر نعتبر إن الكود ده بمثابة إيه؟ دوكيومنتيشن، كتر الكومنتس الواضحة اللي فيه. تمام. ده بالنسبة للكود. طيب التستنج مهم برضو إننا نكتب اليونت تيست قبل الكود، ولازم الفيتشر تعدي من كل التيستس عشان نعتبرها. تمام. احنا قلنا في الاجايل او في الاكس بي اننا لازم نكتب التست قبل الكود، ولما نعمل الفيتشر وتعدي من كل التستس كده نعتبرها ايه؟ ان احنا خلصنا. كمان الاكس بي بيعتمد على الاوتوميتد تيستنج فريم ورك. يعني ايه؟ يعني يقدر يرن تلقائي كل اليونت تيست لما اعمل انتجريت. تمام. يعني لما اخلص الفيتشر واعمل انتجريت وبيلد يعمل رن تلقائي. ده هو ايه؟ الاوتوميتد تيستنج فريم ورك. تمام. ده بيعتمد عليه الاكس بي. ده بالنسبه للتست. طيب الليسننج مهم قوي اننا نسمع البارتنيرز والكاستمر. ليه؟ عشان ناخد نوليدج منه. وفي نوعين من النوليدج، نوع اسمه دومين نوليدج ونوع اسمه تكنيكال نوليدج. دومين نوليدج ده معلومات عن طبيعة المكان اللي بنعمل له سوفت وير، وده مين اللي يعرفها؟ الكاستمر. طيب التكنيكال نوليدج بنسمع معلومات التكنيكال زي البروجرامينج لانجوج والتولز وكده، وده مين اللي يعرفها؟ طبعا الديفلوبر. طيب رابع حاجه وهي الديزايننج لازم نعمل جود ديزاين بحيث اخلي كل الحاجات اللي متعلقه بحاجه واحده في مكان واحد. يعني مثلا الكلاسز والميثود وكل حاجه مثلا ليها علاقه بالبيمنت في موديول اسمه بيمنت. مثلا الكلاسز والميثودز وكل حاجه ليها علاقه بالاوردر في موديول اسمه اوردر، بحيث ان انا لو عاوز اعمل اي تشينج البيمنت اخش على الموديول ده، اخش في مكان واحد اللي هو ده. تمام. طيب نخلي بالنا في تريكايه هنا، خلي بالنا منها ان ايه؟ ان الاكس بي قلنا ان الديزاين بتاعه ايه؟ جود ديزاين. تمام. اما بقى الايفوليوشناري بروتوتايب موديل الديزاين بتاعه بيبقى باد ديزاين. لو تفتكروا في المحاضره اللي فاتت ان دي كانت في الديس ادفانتجز بتاعت الايفوليوشناري بروتوتايبنج موديل. تمام. هنفرق الاكس بي الموديل بتاعه جود ديزاين، اما البروتوتايبنج بيبقى باد ديزاين. كده خلصنا الاربع اكتيفيتيز بتوعت الاكس بي. تمام. طيب هنروح على الاربعه فاليوز بقى، فيلا بينا على الاربعه فاليوز اللي هم الكوميونيكيشن، السمبلسيتي، الفيدباك، الكور. تمام. طيب اول حاجه الكوميونيكيشن يعني نشير النولج بين كل افراد التيم، وكل ما كان التيم صغير كل ما كان الكوميونيكيشن احسن واسهل. كمان البير بروجرامينج والكولكتيف اونرشيب
هي البير بروجرامنج ان كل اتنين يشتغلوا في نفس الجهاز. طب ايه هي كولكتيف اونرشيب؟ ان كل فرد في التيم يحس ان الكود بتاعه يقدر يعدل عليه. تمام. طيب الاتنين دول بيسهلوا ان الكوميونيكيشن يبقى احسن عشان المعلومات بتنتشر للتيم كله. كمان الديفلوبر في الاكس بي بيعملوا ريديزاين عشان يحسنوا السمبلسيتي بتاعت الكود. تمام. طيب تاني حاجه السمبلسيتي الاكس بي بيركز قوي على انه يعمل التاسك بابسط طريقه ممكنه. the simplest piece of software. تمام؟ في جمله بتقول it is better to do a simple thing today and pay a little more tomorrow to change it if it needs it than to do a more complicated thing today that may never be used anyway. يعني انك تعمل حاجة بسيطة تدفع فيما بعد احسن من انك تعمل حاجة معقدة دلوقتي وما تعرفش تستخدمها بعدين. تمام؟ طيب الديفلوبر كمان في السوفت وير بيعملوا ريفاكتورنج. يعني ايه بقى ريفاكتورنج ده؟ يعني بيعملوا ريديزاين للكود عشان يبقى سيمبلر، عشان يبقى اسهل. تمام. كده نكون خلصنا السمبلستي. تعالوا نشوف الفيدباك من الاخر. الفيدباك في الاكس بي هيجي لك من حاجتين، ايه هما؟ يا اما من التست يا اما من الكاستمر. من التست عشان اتفقنا في الاكس بي اننا بنكتب التست قبل الكود، وقتها احنا بناخد immediate فيدباك او فيدباك وقتي او فوري. ومن الكاستمر لما الكاستمر يعمل acceptance تيست. طب ايه هدف الاكسبتنس تيست ده؟ ان هو يقيس او يميجر قد ايه السوفت وير التزم بالستوريز دي. تمام. والستوريز دي طبعا اللي كان كاتبها او اللي قالها الكاستمر. طيب فده هو الفيدباك. نيجي لرابع حاجه وهي الكورج هي ايه؟ هي انه لازم الديفلوبر في الاكس بي يكون عنده كورج او شجاعة انهم يغيروا اي حاجة في الكود لو حسوا انه بايظ، ويكونوا مستعدين ان هم يتخلوا عن الكود لو مش شغال. يعني ما يقولوش ان احنا تعبنا فيه وكده، لا، لازم يكون عندهم شجاعة ان هم يغيروا في الكود عادي. تمام؟ دول كانوا ايه؟ دول كانوا الاربعة values بتوع الاكس بي. تمام. نيجي بقى لل 15 برنسبل. طيب وناخد بالنا برضو ان ال 15 برنسبل دول جايين من الاربعة values. تمام. يعني نشوف ال 15 برنسبل دول هما دول. تمام. اول واحد لحد 15 شوفهم واحدة واحدة بتتكلم عن ايه والدنيا هتبقى لذيذة. تمام. يلا اول حاجة وهي الرابid فيدباك. يعني ايه؟ يعني اول ما اخد الفيدباك افهمه وادمجه في السيستم بسرعة او incorporate في السيستم بسرعة. تمام. الاسيوم سمبلستي لازم اركز اني اعمل التاسك بابسط طريقة simplicity way possible. كمان اعمل ريفاكتورنج عشان اخلي الكود سيمبل واقلل الديفكتس او الاخطاء. تمام. نلاحظ حاجة ان احنا كل ما نجيب سيرة السمبلستي بنجيب معاها سيرة الريفاكتورنج. حتى برضو هنا السمبلستي هنا اهو ذكرنا برضو الريفاكتور. تمام. فعشان الريفاكتورنج ببساطة معناه ايه؟ انه بيعمل ريديزاين للكود عشان يبقى سيمبلر. الريفاكتورنج بيساعد على السمبلست. تمام. طيب تالت حاجة وهي الانكريمنتال تشينج. يعني ايه؟ يعني اني بانتجريت او بدمج الكود الجديد للسيستم كل يوم او اول ما اخلص التاسكايه على طول، بحيث ايه؟ بحيث لو في ايرور اقدر الاقيه بسرعه. يعني دلوقتي انا شغال في تاسكايه وسلمت، تمام، مفيش ايرور، سلمت، عملت تاسكايه تاني ودمجتها او عملت انتجريت وظهر ايرور، يبقى الايرور ده اكيد من ايه؟ من التاسكايه اللي لسه عاملها. تمام. وكمان بيدي فرصه للكاستمر انه يعمل تيست للحاجات اللي خلصت في التاسك. فده الفكرة من الانكريمنتال تشين. طيب رابع حاجة وهي الكواليتي وورك. يعني هدفنا ان احنا نعمل كود ما فيهوش عيوب، ديفكت فري كود. والبير بروجرامينج والتست دريفن بيساعدوا على البير بروجرامينج اللي هو اتنين بيشتغلوا على نفس الجهاز، والتست دريفن اللي هو نكتب التست قبل ما نكتب الكود. الاتنين دول بيساعدوا على ان احنا نعمل كود ما فيهوش عيوب، ديفكت فري كود. تمام. طيب رقم 5 وهي الامبرانس تشينج. يعني ايه؟ يعني لازم نتقبل فكرة التغيير عشان الاكس بي ده من الاجايل ميثودولوجي. التغيير حاجة ثابتة في الموضوع ده. يعني التشينج از كونستانت. التشينج ده حاجة أساسية في الاكس بي في الاجايل عموما. تمام. نيجي بقى لسادس واحدة وهي اللي تيتش ليرنينج. يعني ايه؟ يعني الهدف اننا نتعلم بشكل مستمر عشان نتحسن continuously learn and improve. وفهم البروبس او الغاية. يعني ايه؟ يعني ما اقولش لحد في التيم اعمل كذا بعد كده كذا كده، لا، الاحسن اني افهمه ليه وازاي بنعمل كده بعد كده كذا. مين؟ يعني ما اجبروش على رول معين.
تمام، افهمه الغايه او البربوز من الحاجه دي وازاي بتتعمل. تمام. سابع حاجه وهي السمول انيشال انفست، يعني نبدا البروجكت بريسورسز وبادجت محدوده او ليميتد عشان التيم يركز انه يعمل سيمبل ديزاين، وده بيشجع على ايه؟ السمبلسيتي. تمام. طيب. رقم 8 وهي work with people's instincts not against them. يعني ايه؟ يعني لازم نوفر للناس الثقة والانتماء للتيم، ونوفر الانفايرومنت والسبورت اللي محتاجينه عشان يطلعوا احسن اداء وهاي كواليتي ريزلت. تاسع حاجة open honest communication. لازم نوفر او لازم الناس اللي في التيم يكون عندهم القدرة انهم ينتقدوا بشكل بناء criticize constructive. تمام. وان يكون عندي القدرة اني استقبل البوزيتيف والنيجاتيف فيدباك. تمام. وده عشان حاجتين، عشان نحسن الكود والنتائج تبقى تتحسن والنتائج تتحسن، وعشان الكولكتيف كود اونرشيب. يعني اني يكون عندي القدرة اني استقبل الفيدباك سواء بوزيتيف او نيجاتيف، ده عشان احسن الكود والنتائج تتحسن برضو، وعشان الكولكتيف كود اونرشيب. رقم 10 اللي هي ترافل لايت. يعني ايه؟ يعني ان التيم يتجنب ال unnecessary complexity، التعقيد اللي مش لازم. يعني نحتفظ بالحاجات الأساسية ونشيل الحاجات اللي ملهاش. تمام. ورقم 11 وهي concrete experiments. يعني ايه؟ يعني إننا نبقى بنضيع وقت ومجهود wasted time and effort لو أخدنا قرار إننا نعمل ديزاين معين أو requirements معينة وفي الآخر ما عملناش ليها تست. احنا كده بنضيع وقت ومجهود. تمام. فجه حل عملي نعمله قبل ما ننفذ الديزاين بشكل كامل، اللي هو زي ايه؟ زي السبايك ده عباره عن ايه؟ عباره عن الكويك اند ديرتي بروف اوف كونسبت بيس اوف كود. لو تفتكروا ان المصطلح ده اتكرر معانا في المحاضره اللي فاتت في الكود اند فيكس موديل، وقلنا ان ده بنعمله عشان نقرر اذا كانت الديزاين او الفيتشر دي هتنفع ولا لا. فبنكتب كود على السريع كده ونجربه عشان ايه؟ ما نضيعش وقت كبير في حاجة إذا كانت هتنفع ولا لأ. تمام. رقم 12 وهي ال accepted responsibility. يعني إيه؟ يعني إن كل التيم مسؤولين عن نجاح البرودكت، ومفيش حد بيحدد التاسكس. عشان في الاكس بي مفيش حاجة اسمها مانجر يوزع التاسكات أو مانجر يكنترول على الشغل، لا، ده التيم ممبرز نفسهم هم اللي بيختاروا التاسكات ويعملوها ويتأكدوا إن هي اتعملت. تمام. ففي الاكس بي مفيش حاجة اسمها مانجرز. تمام. لكن في حاجتين، في كوتش وده بيجيدز او بيرشد التيم خلال البروسيس، وفي بروجكت مانجر وده مسؤول عن التاسكات والمسؤوليات الاداريه والمسؤوليات الاداريه بس. تمام. كمان الكومن كود اونرشيب بيترتب عليها الكومن بروجكت اونرشيب. تمام. طيب. رقم 13 بلاي تو وين. يعني ايه؟ يعني التيم ممبرز المفروض ما يكونوش قلقانين not worried من السكيدجولز او الريكويرمنتس، يركزوا بس على الشغل اللي في ايديهم. ده هيزود الانتاجيه وهيعملوا كود احسن. رقم 14 وهو اللوكال ادابشن. يعني ايه؟ يعني الاكس بي ده فليكسيبل لدرجه اننا ممكن نعدل عليه على حسب البروجكت نيد وظروف. يعني ممكن نختار نعمل ايه وما نعملش ايه في الاكس بي عشان هو فليكسيبل، بس لازم التيم كله يكون موافق agreed upon، يكون موافق على البراكتسز اللي هنعملها. تمام. يعني مثلا شوية تاسكات سهلة مش لازم نطبق فيها البير بروجرامينج، هو واحد بس يقدر يعملها فعادي. ده ايه؟ ده اللوكال. طيب. رقم 15 وهي الاونست measurement. لازم نقيس تقدم البروجكت او measuring the actual progress of a project ب meaningful metrics، بمقاييس مفيدة. زي ايه مثلا؟ زي ارضاء العميل، اداء التيم وانتاجيته، اشوف الديفكتس، اشوف السوفت وير كواليتي، وهكذا. فده بيساعدنا اننا ناخد قرارات مدروسه. تمام. كده نكون خلصنا ال 15 برنسبل بتوع الاكس بي. طيب هنيجي بقى بعد كده لاخر حاجه وهي ال 12 براكتسز. وال 12 براكتس دول يعني 12 حاجه نقدر نعملهم جوه الاكس بي. نشوفهم هم ال 12 براكتس اللي هم دول. تمام. شوف واحده واحده بتتكلم عنهم. رقم واحد هي السمول ريليز. يعني ايه؟ يعني بناخد جزء صغير نعمله ونصدر فيرجن على شورت سايكل. ناخد جزء صغير مثلا من الريكويرمنتس او كده نعمله ونصدره، وبعد كده ونصدره فيرجنز على شورت سايكل. ومدة الريليز
بتبقى من ايه؟ من شهر لشهرين. مدة الريليز بتبقى من شهر لشهرين بدل من 6 ل 12، عشان ال 6 ل 12 ده تايم كبير خالص. تمام. وكل ريليز بتتقسم لمجموعة iteration، يعني ممكن ريليز او اصدار يتقسم لثلاثة iteration. تمام. فكده قلنا ان الريليز المدة بتاعته بتبقى من شهر لشهرين. تمام. كمان لازم الريليز فايدتها ان هي بتضيف حاجة من ناحية منظور البيزنس. وطبعا كل ما زودنا السكوب او الفيتشر والديوريشن او التايم، كل ما الاستيميتس بقى اصعب، ان احنا نتوقع البروجكت هيخلص امتى. ده معنى الاستيميتس هيبقى اصعب. تمام. اون سايت كاستمر. تاني حاجه الاون سايت كاستمر يعني ايه؟ يعني مهم ان الكاستمر يبقى متواجد مع التيم عشان يعمل الاكسبتنس تيست ويوضح الريكويرمنتس، وعشان يدي immediate feedback على اي تغيير يحصل في السيستم. الكولكتيف اونرشيب يعني ايه؟ يعني التيم يحس، او كل الافراد اللي في التيم يحسوا ان البروجكت كله بتاعهم، ويقدر اي حد منهم يعدل فيه في اي وقت. تمام. السيمبل ديزاين يعني ايه؟ يعني لازم نخلي الديزاين سيمبل، واي سيمبل ديزاين لازم يبقى فيه الاربع حاجات دول، اللي هم ايه؟ ان هو باس اول ذا يونت تيست، ان هو عدى من كل اليونت تيست، و ما عندوش دوبليكيشن كود، ما عندوش كود متكرر، وكمان الكود بيعبر عن الستوري الكاستمر كاتبها، وكمان نحاول ان احنا نعمل كود فيه كلاسز وميثود باقل عدد يعني من الكلاسز والميثود. تمام. ده ايه؟ ده السيمبل ديزاين. خامس حاجه وهي التست. الديفلوبر احنا قلنا ان احنا بنكتب التست قبل الكود، والكاستمر بيكتب ايه؟ الفانكشنال تيست او الاكسبتنس تيست. تمام. ولازم تعدي من التست اللي انت كتبته عشان تعمل ايه؟ انتجريشن، عشان احنا بنكتب التست قبل الكود، وبعد كده لما يعدي ده بنعمل انتجريت وبيلد للسيستم. تمام. بعد كده اي فيتشر ما نعملهاش تيست ملهاش لازمه، نعتبرها مش موجوده. تمام. طيب سادس حاجه وهي الريفاكتورنج دي معناها اني بعمل ريستراكشر للسيستم عشان اخليه ابسط من غير ما اغير البيهيفير بتاعه، ودي تعتبر كي للريفاكتورنج. كمان الريفاكتورنج مرتبط بحاجتين، بالكولكتيف اونرشيب وبالسيمبل ديزاين. كولكتيف اونرشيب عشان بيديني permission to change الكود، ان بيديني تصريح اني اغير الكود سواء انا او اي حد في التيم. السيمبل ديزاين بيفرض ريسبونسابيلتي او مسؤوليه اني ابسط الكود لو لقيت ان ده ضروري. سابع حاجه وهي البير بروجرامينج. قلنا ان الكود بيكتبه اتنين على نفس الجهاز، واحد بيكون درايفر والتاني بيكون نافيجيتور، وبيتغيروا يعني البروسيس بتبقى دايناميك. كمان بتعزز فكره الريفاكتورينج و الكولكتيف اونرشيب. كمان بتخلينا نتجنب حاجة اسمها البير تراك بروبلم. البير بروجرامينج خلينا نتجنب حاجة اسمها البير تراك بروبلم، اللي هي ايه؟ اللي هي يعني يكون شخص عارف كل حاجة عن الكود والباقيين لا. طب افرضوا ان الشخص ده مشي من التيم، كده كل البروجكت هيقع والسكيدجوال هتتمد بقى وكده حوارات. تمام. فدي اسمها ايه؟ البير تراك بروبلم. طيب تامن حاجة وهي كودينج ستاندردز. يعني ايه؟ لازم كل التيم يلتزموا بكودينج ستاندردز، معايير في الكود، عشان الكولكتيف كود اونرشيب والريفاكتور، ودي بتخلي الكود اسهل في الريد والمينتين. تمام. كمان من غير الكودينج جايد لاينز دي او من غير الكودينج ستاندردز، الريفاكتورنج هياخد وقت اكبر. يعني من غير ما في حاجات امشي عليها، الريفاكتورنج هياخد وقت اكبر، والرغبة في تغيير الكود هتقل. ان انا يعني اغير الكود ده مش هيبقى يعني احسن حاجه، او مش هيكون مرغوب فيه. تمام. طيب تاسع حاجه وهي الكونتينوس انتجريشن. يعني ايه؟ يعني كل ما نخلص تاسكايه طبعا نتستها وكده، وبعد كده نعمل انتجريت ونبيلد السيستم. ممكن ده يحصل اكتر من مره في اليوم، ممكن نخلص تاسكايه ونخلص تاسكايه تانية وتالتة ورابعة كده، ونعمل انتجريت وبيلد كذا مرة في اليوم. تمام. وده بيخليك تعزل المشاكل، isolates problem. يعني مثلا عملت تاسكاية سلمتها، تمام، عملت تاسكاية تانية وسلمتها ولقيت انه في بروبلم او في خطأ، اكيد من اخر تاسكاية عملتها. تمام. طيب رقم 10 وهي 40 hours week. الاكس بي بتقول اننا لازم نشتغل 40 ساعة في الاسبوع. تمام. لو اكتر من كده هيكون في ضغط ومستيكس كتير، اخطاء كتير. تمام. البلاننج جيم، لازم نطور السكوب
في الريليز الجايه عن طريق حاجتين: التكنيكال استيميتس والبيزنس بريوريتيز. تمام، لازم نطور السكوب او الفيتشر يعني في الريليز الجايه عن طريق الحاجتين دول. تمام، والكاستمر والتيم بيقرروا الفيتشر والستوري اللي هتبقى في الريليز الجايه والبريوريتي، وبيحددوا البريوريتي وبيحددوا امتى هتخلص. تمام، ولو حسبوا الوقت ولقيوا نفسهم ما خلصوش كل الفيتشر اللي اتفقوا عليها، هينقلوا الفيتشر اللي ما خلصوهاش للاتريشن الجايه او للريليز الجايه. تمام، الاستيميشن مسؤوليه الديفلوبرز بس، مهمه نعرف دي. الاستيميشن مسؤوليه مين؟ الديفلوبر. اخر واحده بقى، وهي الميتافور. الميتافور دي ايه؟ دي الحاجة اللي بتشرح ازاي السيستم هيشتغل، السيستم كله هيشتغل. تمام، وبتكون بسيطة ومتماسكة، وبنستخدم فيها vocabulary of the metaphor. تمام، والفوكابيولاري دي بتكون مفهومة للكاستمر وللديفلوبر، والميتافور دي بتتقسم لستوريز. تمام، وجاب لنا تعريف في الآخر كده، قال لنا إن الميتافور is a naming concept for classes and methods. يعني الميتافور دي تسمية الكلاسز والميثود بشكل منطقي. تمام، وبس أتمنى أكون قدرت أسهل المحاضرة. في الآخر كده زي AI tool كده ألخص الحاجات في شكل بسيط ممكن تقروه. وبس أتمنى أكون سهلت المحاضرة شوية علينا كمذاكرة وكده، وقت أقل. وبس، سلام.